مش بس عشان الفلوس أو الشهرة، لأ، إحساس إن شغله ده بقى ليه معنى، ليه قيمة حقيقية. وده كان الرد على إحساسه الأولاني خالص، إن شهادته وتعب السنين دول راحوا هدر. مظبوط. القيمة اللي لقاها كانت مرتبطة بالأثر الفعلي اللي بيسيبه، مش بعدد اللايكات أو المتابعين. يعني المعادلة نفسها اتشقلبت في دماغه، بدل ما يجري ورا أرقام وظهور بقى بيدور إزاي يقدم قيمة حقيقية بالمهارات اللي عنده وبالشهادة اللي تعب عشانها. فهمتك. وهنا بقى شهادته ومجهوده رجع ليهم معنى تاني خالص، معنى أعمق بكتير. زي ما قال، النجاح مش بس كام متابع عندك، الأهم أنت بتقدم إيه للناس. جميل قوي. طيب لو حبينا نلخص الرسالة من قصة أحمد دي نقول إيه؟ يمكن إن الإحساس إنك متأخر أو بره اللعبة ده مش لازم يخليك تجري ورا أي حاجة جديدة وخلاص، صح؟ بالظبط كده. ممكن الأهم إن الواحد يتمسك بمبادئه، يفضل يطور من نفسه فعلا بشكل حقيقي ومستمر، ويركز على شغل ليه هدف حقيقي وقيمة بالنسبة له هو شخصيا وبالنسبة للي حواليه. لأن في الآخر زي ما أحمد قالها ببساطة وعمق، الشهرة ممكن تروح وتيجي، لكن الأثر الحقيقي هو اللي بيفضل. الأثر ده هو اللي بيجيب الرضا اللي بجد، اللي بيستمر.